السحاب وعذاب القلب من هم السنين وعذاب القلب من هم السنين نار قلبي بالحشائل هالتهاب من حياة الذل أنا بكايا أنين من حياة الذل أنا بكايا أنين قالت سهر شربة كاس العذاب ويلي قلبي ويلي من مثل حزين ويلي قلبي ويلي من مثل حزين والقلب داب من دموع العين القاسيين من دموع العين القاسيين صابرا يحمود والصابر مجاب مثل صبر أيوب على البلوى سنين مثل صبر أيوب على البلوى سنين صابرا يحمود والصابر مجاب مثل صبر أيوب على البلوى سنين مثل صبر أيوب على البلوى سنين مثل صبر أيوب على البلوى سنين صابرا يحمود والصابر مجاب مثل صبر أيوب على البلوى سنين مثل صبر أيوب على البلوى سنين مثل صبر أيوب على البلوى سنين مثل صبر أيوب على البلوى. شلونك يا جريد؟ يا هلا يا هلا بحصة. أنا كنت جاي عند عم الشيخ أتقهوى، وين راح الحين؟ طلع قبل شوي، ما ادري وين راح. حصة أنت ما دريتي بالسالفة؟ أي سالفة يا جريد؟ نجمة مسهر ماتت. وش تقول؟ اي نجمة مسهر ماتت بس ردت طابت. زين علمني بالسالفة على هونك. اي شوفي اي انا كنت جاي من عند الرعيان ومريت على بيت نجمة وكان اسمع سهر تبكي. اي وبعدين؟ اي في بعدين صحيح. انا قلت اروح اشوف وش السالفة. كان اجي واشوف نجمة ممدد على الارض وسهر تصب على راسها المية. وبعدين؟ وما هي صاحية. عاد نادتني سهر. قالت لي يا جريد روح نادي امك. انا رحت اركض مثل الطير. وبعدين؟ في بعدين. عاد انا لما ناديت امي كانت تقعد طلعت تكذب على سهر. ما هي نجمة كذابة. قالت لي الهلال بعد اسبوع وللحين ما بين. الحق علي انا اللي رخيت لك الرسن من الاول، كان ما صار اللي صار. ليه يا سهر؟ ليه؟ ما كفاش المشاكل اللي صارت بديرة الشيخ مسعف وولده، خليتينا نبيع حالنا ومالنا ونرحل من ديرة الشيخ مسعف اللي عشنا بيها طول عمرنا. لكن الحق ما هو عليك، على ابوك الله يرحمه، لو انه دعس على رقبتك من الاول ما كان صار اللي صار. اسمعي يا بنت، اسمعيني عاد، اسمعيني زين، تقعدي هان وما في طلعة، فهمتي؟ علامتشن يا عمه، وش بلاجن؟ قولي لي يا عمه وش بلاجن؟ ما في شيء يا حصة، ما في شيء. كيف ما في شيء؟ سهر تبكي. عمي يا حصة ما ذكر مخلوق شافه ووجس بقلبي مثل نار اللهايب.
يا قلب يلي تايه بالمهانة، ويا عين يلي تسكب دمع الهمايل. أنا غريبة وبين القبايل عذافة، لا عمي ولا خال ولا لي قرايب. يبا ليه يا حمود تترك ديوان وتقعد بالخلا؟ لا يبا، بس أنا شوي ضايج وقلت أتفضى وأرجع. إيه بس أنت لك يومين على هالحال، ولا زعلان مني؟ لا يبا، معقولة أزعل منك؟ حمود يا ولدي، أنت ولد شيخ قبيلة، أنت قدوة للناس، أريدك تكون رجل حكيم وعاقل علشان الناس تشوفك وتسوي مثلك. ليش مسوي شيء؟ خطيت بشيء لا سامح الله يبا؟ لا يا ولدي، أنت للحين ما خطيت، بس أنا قصدي أنبهك. وبعدين سالفة البنت هذه بنت نجمة، ودي إياك تطلعها من راسك. وحنا يا ولدي هذه قصيرتنا، ومن واجبنا نعزها ونحترمها. لا يبا، أنا ما قابلها، بس أشوفها وأحكي معها بالبيت قدام أختي حصة. أدري يا ولدي، بس هي يمكن تقابلك. أنا أريدك يوم تشوفها تروح وتخليها. حنا يا ولدي عمرنا ما نظرنا لقصيرتنا غير مثل أختنا. ليش يبا؟ الضنبية الردية لا سامح الله. لا يا ولدي، أنا لو ظنيت بيك الردية أقتلك بيدي هذه ولا تحمل العار. يبا أنا صحيح حبيت سهر، لكن يشهد الله. لا تحلف، أصدقك يا ولدي. يلا نروح للبيت. يلا يا بنتي، حنا عورات ووحيدات وما لنا رجل يحمينا، وسمعتنا معرضة للخطر. سمعتش مسك وعنبر يا عمه، وما حد يقدر يمسكن بكلمة. ويشهد الله اني حاسبة سهر مثل اختي. والله لو اني اشوف منها شيء لاقول لابوي واخوي حمود ويوقفوها عند حدها. سهر قصيرتنا يا عمه، وسمعتها من سمعتنا. حنا عورات يا بنتي وغريبات، وراعي المثل يقول يا غريب كن أديب. يشهد الله يا عمه اني ما شفت بالديره كلها ادب من سهر، ولا كان ما اخترتها لاخوي، لكن ما باليد حيله. يا حصة يا بنتي، واحنا ويش اللي يخلينا نجيب لحالنا المشاكل والشبه؟ خلها تقعد هان، انا اجيب عود الحطب وشربة المية. حتى ما تجي عندي يا عمه. يا حصة، ان كان ودك تجي هان على العين وعلى الراس، مثل ما انت عارفة حالنا، حنا ما عندنا رجل يجيب لك المشاكل والكلام الشيء. علامك حاط الحزن بالجر. عقل مخربط يا مرزوق. سلامة عقلك يا شرار، ويش اللي مخربطه؟ صياح يا مرزوق، عامل نفسه فاهم وهو ما يعرف ثلث الثلاثة. كيف يعني؟ صياح كل تخطيطه فاشل. اسمع يا مرزوق، حنا لزوم نخطط الحان. أنا ما فهمت عليك. طل شوف أحد جاي ولا لا. أي
لا ما في حد. حمود لزوم نخلص منه. شلون يعني؟ انت وش بلاك عقلك انهبل؟ اقول لك حمود لزوم ينتهي. لا 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 لا، أنا لا يمكن أعيد اللي سويته مرة ثانية. مالك يا رجل؟ على امك، انت شريكنا وباشر تاخذ نيرات الذهب اللي تلمع لمع بعيونك. ابوك الله يرحمه ما شافها بعينه. أنا نفذت المرة الأولى، هذه المرة على صياح. صياح ما به خير، كل تخطيط وفاشل. لا عاد شوفوا غيري. أنا لا يمكن أمس حمود بدأ. أنت صدقت يا رجل. أنا كان ودي أشوف عنك. أنا الحين اطمنت، أنت رجل مخلص وتحب كل واحد بالقبيلة. الماء بخير ربعه ما به خير لك. أنت سبقتني بالكلام، سبقتني. اسمع يا مرزوق. أنا الحين اطمنت لك، يعني لو صياح بيوم من الأيام وده يخلص مني أنت ما توافق، صح ولا لا؟ صح. زين يا مرزوق. الحين روح، بس دير بالك صياح ما يسمع بالخبر. فهمت؟ صياح، خير يا عمي. فوتت لنا الطعام انا وحمود. حاضر يا عمي. لي يومين قاعد لحالي، حتى الطلب يجي يقعد له ساعة عندي ويروح. الظاهر ان الناس بدأت تبعد عني شوي شوي. لا يبا، الناس لها اشغالها وكل واحد بشغله. هان حطه قدام حمود. لا يبا، انا مالي نفس بالطعام. اذا انت ما اكلت انا ما اكل. لا يبا، انا اكلت مع الريان. حمود، انا لي يومين ما ذقت الزاد، اذا ما اكلت معي انا ما اريد بعد. لا خلاص. زين، سمي بالله. بسم الله. بسم الله. حنا لزوم نرحل عن الديرة. نرحل عن الديرة؟ وين نرحل يمه؟ نرجع ديرة الشيخ مسعف. الشيخ مسعف؟ احنا ما صدقنا خلصنا من الشيخ مسعف وولده وانت ترجعينا عليه. اسمعيني يا بنت، ولد الشيخ مسعف كان وده يتجوزش على سنة الله ورسوله، مو عيب. اي بس انا ما اريده يمه. سمعيني، ولد شيخ مسعف ما هو قاعد للحين ينتظرك. وحنا نظل مشتتين بين العربان طول العمر؟ نرحل عند ناس يعرفوا قيمتنا ويقدرونا احسن ما نضل عند ناس تصدقوا علينا. ما حد يتصدق علينا، عندنا مال يكفينا. مال؟ وين المال؟ وينه؟ ما شلتي المال وعطيتي لحمود. انا عطيته قرضه يمه، وباكر الله يفرجها ويرجعوه. حنا قاعدين هان، والنهار ما يجي مالنا الصبح نرحل. يمه انت ليه ما تقولي الحقيقه ونخلص؟ اي حقيقه يا بنت عويد؟ انه انا بنت اخوه وانت امي. اقول انك بنت عويد اللي كان اسمه جهز؟ ما هي هاي هي الحقيقه يمه. لا يا عين امك، يكفي اللي انحكى علينا، ولا بعد عايزه يقولوا علينا محتالات وكذابات. حمود يا ولدي، الإنسان ما له غير سمعته بوسط الناس وكرامته. بنت نجمة ما تصلح لك. نجمة حرمة غريبة جتنا وعاشت بوسطنا، ما نعرف عنها شيء. شلون تقبل على نفسك تتجوز وحدة ما تعرف خصها وقصها؟ وش يقولوا عنا الناس؟ حمود يا ولدي، شوف هي بنت بعربنا وقول لي عليها وانا اخطب لك اياها بالحال. يبا انا ما ودي اتجوز الحين. وتطلع على الراي يا حمود؟ لا يبا، رايك على الراس والعين، بس انا ما ودي اتجوز الحين. عن اذنك يبا. صياح، خير يا عمي. روح نادي شرار. تامر يا عمي.
الله يقطع شرك يا جريد، اذانيك ما انت هين. اي وبعدين كمل. اي بعدين قالت دخيلك يا جريد لا تتركني، انا ما اقدر اعيش من دونك. اي قالت لي شراه عمك مانع يريدك. بعدين يا رجل بعدين، تعال اسمع. اي يا جريد قالت لك لا تتركني، وبعدين؟ ايوه وبعدين انا قلبي رقلها. اي مسكينه، ما هي يتيمه. اي ما عندها ابو، انا عندي ابو. حنين يا جريد. اي كمل يا جريد. وبعدين؟ بعدين انا قلت لها اعطيني مهله افكر كم يوم. لا انا كذبت، لا ما قلت لها. انا قلت لها اعطيني مهله للهلال. اي وايش فيك؟ جريد ومن هي سعيدة الحظ هاي؟ سهر بنت نجمة. ايه يا صياح، سهر بنت نجمة واقعة بحب جريد وتترجاه يتجوزها. اسمع يا جريد، قول لعمك الشيخ مانع عشان يضحك مثلنا. هو الهلال مطول يا شرار؟ لا يا جريد ما هو مطول، منا لاخر الشهر ويجي. يلا روحوا الديوان عم الشيخ مانع، روحوا. يلا مرزوق انت ابقى هان لما ارجع. اي ما صدق ابوي يقول هالكلام. هاد قول شرار. جا لامي وقال لها يا ضبي بنتك يا ترحلي. هذا كلام شرار، ما هو كلام ابوي. والحين انا مسجونة، امي منعتني من الخروج، حتى الحطب والمي هي تجيبه. وابوي بعد معند، وحمود طول النهار بالخلا لا ياكل ولا يشرب. والحين امي تغلي غالي على المصاري. المصاري هينة، وانا احاول اقنع ابوي يدبرهن. لا يا حصة، لا تدبري المصاري، ان جبتيهن ترحل امي من الصبح. وش رايش لعد؟ نصبر لما الله يفرجها، وقولي لحمود يصبر، إن الله مع الصابرين. ونعم بالله. ونعم بالله. وانا احاول اقنع ابوي. بخاطرك، مع السلامة. حصة ضلي تزوريني، ما انت عارفة انا ما اقدر اجيك. ان شاء الله يا سهر. شور علي يا شرار، انا خلص عقلي سكر وماني قادر افكر. يا عمي ما في غير ان نجمة ترحل على الديرة. فكرت برايك هذا، بس خفت نجمة تفضحني بين العربان وتقول مانع رحلني من الديرة وانا قصيرته. يا عمي انت سمعتك مثل العنبر بين العربان، وما راح يصدقوها، راح يقولوا لو ما خطيتي ما رحلك عن الديرة. اي لا تدير بالي يا عمي، انا اروح اقولها ترحل. يا عمي سهر لو ظلت هان حمود ما ينساها، يشوفها الصبح والعصر. اي لكن لو رحلت عن الديرة راح يزعل شهر شهرين وبعدين ينساها. والمثل يقول البعيد عن العين بعيد عن القلب. زين، سوي اللي ودك اياه يا ولدي. ايه عن اذنك يا عمي. وين رايح يا صياح؟ ماني رايح يا عمي، انا ها. اسمع يا صياح، اريدك ترافق نجمة وبنتها ذرحلن عن الديرة لما توصل هنا العرب اللي يريدنها.
حاضر يا عمي. نجمة يا نجمة. خير، واش تريد؟ وين أمك يا سهر؟ أمي راحت تجيب حطب، واش تريد منها؟ أنا ما رايد منها شيء، الشيخ مانع هو اللي يريدها. شيخ مانع؟ واش يريد منها؟ الشيخ مانع. اسمع يا سهر، هذه أمانة، وإذا أنك توصل الأمانة راح أقول لك إياها. قول يا شرار. سمع يا سهر، الشيخ مانع يقول ترحلا ويطلع الضوء، وإذا شاف كان الصبح هان راح يهدم البيت على روس شن. وتسلم يا بنت نجمة بخاطرك. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. يا مرزوق، توخرت عليك؟ لا يا اخوي ما توخرت. وش اللي سويته يا شرار؟ خير، وش اللي سويته؟ تشور على الشيخ يرحل نجمة وبنتها. وانت وش اللي مزعلك؟ نجمة الظلهان، فهمت؟ لا ما فهمت. بعدين تفهم. المهم نجمة الظلهان. على ما صياح انهبل، الشيخ وده يروح النجمة وبنتها، أنا أقدر أمنعه؟ لا ما تقدر. قل للصياح المهبول. نجمة ساجنة بنتها بالبيت ما تطلع منه. ليه؟ ما أدري، أكيد إنها عرفت إن بنتها تحب حمود وحمود يحبها. إن كان كلامي صحيح معناتها نجمة بنت ناس زينين. عز الله إنهن مستورات وبنات أصل. أي لكن وش اللي جابهن بديرتنا؟ الله أعلم. أنا قديش سألت نجمة ما قدرت أعرف منها شيء. وكاد وراهن سر. لا يا مانع تذبني بجيرة زودا عن الحكي العرب والمعايير. أنا عورة غريبة وماني نحيرة، وانتو نحايركم رقاب المناعير. يا حايل بين العشيرة وعشيرة، هو لك وانا لي رب المقادير. سهر، خليك بالديرة يا بنتي، لا ترحل.
وش في سهر؟ قولي لي يمه وش فيك سهر؟ قولي لي عاد ليش تبكين؟ عز الله منك هين يا جريد. ايه وبعدين بعدين شنو؟ خلص انا بطلت احبه وخلص. لا يا جريد يا اخوي يا حمود، يقولون ان سهر لها ولد عم شراني، اللي يحبها يقتل، وانت تحب سهر يا جريد. سهر؟ انت منو اللي قال لك سهر؟ انت قلت ان لها ولد عم شراني. اي شوف يا حمود، شوف انت لا تقول سهر مره ثانيه، احسن يروح يقتلك ولد عمها. لا انا لا احب سهر ولا اجيب طاريها. احسن، ولا انا بعد. شوف يا حمود، انت اذا شفت ولد عمها قل له ان شرار يحب سهر، بل كأنه يقتله ونخلص منه. ليه يا جريد؟ انت زعلان من شرار؟ انا زعلان منه، ما هو زين. ليه يا جريد؟ زعلان منه وخلاص، انت كل شيء تنشد عنه. لا خلاص كل انسان له اسراره يا جريد، وانت لك اسرارك، ومن حقك تحتفظ باسرارك يا جريد. انت اللي بديت وشرت على الشيخ. صياح يا صياح، لا تخلي عواطفك تتغلب على عقلك. مصلحتنا يا اخوي، ابدا من الحب الفاضل اللي انت فيه، ولا لا يا مرزوق؟ ايه صحيح. سامع يا اخوي، حتى مرزوق يقول صحيح. وش علاقة رحيل نجمة وبنتها؟ مصلحتنا فهمني. افا عليك يا اخوي، افا عليك، انت صاحب الفكرة من الاول. اسمع يا صديقي، نجمة وبنتها اذا رحلن عن الديرة راح يتبعهن حمود عشان يتجوز سهر، واذا تبعهن وخرج عن طوع ابوه معناها ما يرجع للديرة للابد، وهيج راح نخلص من حمود للتالي. ولا انا غلطان؟ لا ما انت غلطان، بس هذه فكرة فاشلة. زين، اعطينا فكرة ناجحة. على كل حال سهر جنت عند الشيخ وسمح لها ظلها، بس يا شرار انت عرضت لها مرة ثانية تشوف مني ما هو زين، فهمت؟ يا مرزوق صياح هبل، الله يعوضنا. سهر، ودي تروح الحين يا محصة، قولي لها تقول لابوها يدبر مالنا، حنا ما عاد ظالين بهالديرة هذه ولا يوم واحد. سمعتيني وش قلت؟ قوموا يا بنت. يما ترجاج، تركيني بحالي. زين لا عاد، انا اروح. لا يما ارحموني يا ناس. تركيني يا بنت ودي اجيب مالنا عشان نرحل. يما اترجاج عشان خاطري انتظري شوي. سهر، انت لمين عطيتي المصاري؟ انا عطيتها الحصة يما. زين، لحد ليش ما ودش تروح تجيبيهن؟ يما هذول 500 نيرة ذهب منين يجيبوهن؟ يدبروا حالهم، حنا عورات فقيرات ومالنا غير مصارينا نعيش بيهن. يما مالك، خذي مني انا، بس طولي بالك شوي لما الله يفرجها. لا عاد مانع نافخ روحه على الفاضي. حمود، هلا يا اخوي، تفضل. شلونك يا حصة؟ بخير يا اخوي، وانت شلونك؟ هذا أنا مثل ما تشوفين عايش. اصبر يا اخوي، لابد ما يجي يوم وابوي يغير رايه وتتجوزوا. سهر اليوم جت ودخلت على الديوان وقالت قصيدة وراحت. وإيش اللي خلى سهر تقصد على أبوي؟
مدري، بس سهر كان باين عليها الزعل. جت قالت القصيدة وراحت، ردت أوقفها أحكي معها بس هي ما ردت علي. لكن أنا شفت أبوي لونه تغير. لابد في سبب هام خلى سهر تجي عند أبوي. أريدك تروحي له وتشوفي لي ويش هو السبب. حاضر يا أخوي، بخاطرك. مع السلامة. استغفر الله. اسمع يا صياح، انت عارف اني من دونك ما اقدر اساوي شيء، واذا ودك تصير حبيب مثل صاحبك حمود ترى تعبنا وشقانه يروح على الفاضي. ليه؟ ماني انسان ولي قلب مثل باقي الناس يحب. لا يا اخوي، من حقك تحب مثل باقي الناس، بس اللي مثلك لزومه يحب بعقله ما هو بقلبه. لو اني حبيت بقلبي مثل ما تقول كان الحين لقيتني داير بين العربان مثل جريد المهبول. اسمع يا صياح، سهر لك وخذها منها الشارب، وانا شرار، بس اريدك تكون صياح الاول بعقلك وبقلبك. اسمع يا اخوي، حنا شركاء بالخير والشر ورقابنا تحت السلاح، ينكون رجال على قد حالنا يا كل واحد يروح بحاله. يا شرار، أنا معك بعقلي وبقلبي، بس أنت اللي طلعت عن الطريق. سهر لك وخذها منها الشارب، بس عاد عندي خطة جديدة ودي تساعدني بيها. وش هي؟ معقول أبوي يقول لك ارحلي عن الديرة؟ ايه، وكان المرسال شرار وقال لأمي هالحكي. هذا كلام شرار، ما هو كلام أبوي. في سالفة أمي بادية بيها، وهذا اللي قاطع بقلبي. وش هي السالفة؟ أمي ودها المصاري. أنا قلت لأبوي وراح يدبرهن. لا يا حصة، لا تجيبيهن، إن جبتيهن أمي ترحل من الصبح. وش الرأي لعد؟ أنا قولي لها إنه أنا قلت لك وأنت قلتي لي أنا أجيبهن وأدبرهن لما الله يفرجها. طيب بخاطرك. حصة خليك شوي. حمود ينتظرني بالبيت، هو اللي أرسلني حتى أطمن عليك. بخاطرك. مع السلامة. علامك ساكت يا شرار. صياح، إن صحيح تحب سهر. وليش هالسؤال؟ لأنه ما معقول واحد يحب وحده ويقول عنها الكلام اللي قلته. إيه، الكلام يختلف عن الفعل يا شرار. بعدين أنا أخذت بنصيحتك وأخذت أحب بعقلي. زين، افرض الشيخ قال لزوم ترحل، ساعتها وش يصير؟ بسيطة، هذا
هذا دورك، انت اللي تقنع الشيخ. مسكينة سهر متحملة هموم أكبر من طاقتها. حمود، في سالفة أنا مخبيتها عليكم. وإيش هي يا حصة؟ 500 نيرة ذهب اللي قلت لكم لقيتها بصندوق أمي، هذول من سهر. وإيش قلتي يا حصة؟ ليه ما قلتي من الأول؟ سهر هي اللي ترجتني وقالت لي إني ما أقول لكم عشان أبوي ياخذهن ويدفع للتاجر. طيب وسهر منيلها 500 نيرة ذهب؟ ثمن حلالهم اللي باعوه قبل لا يرحلوا عن ديرتهم. المشكلة الحين لو بعنا كل الحلال اللي عندنا ما يجيب المبلغ. سهر ما ودها المبلغ ولا طلبته، بس أنا حبيت أخبرك. أنا ما أدري ليه البلاوي تقع على روسنا واحدة ورا الثانية. بوي لو عرف بالسالفة يقع من طوله. وانتي من علمش بهالسالفة؟ نجمة كانت هان هي نفسها وخبرتني، تقول لو الشيخ يدبر مالنا كان رحلنا ورجعنا لديرتنا. والحين الشيخ منين يجيب 500 نيرة ذهب؟ بس البنت جتني يمس هانة وما لاحظت عليها شيء. الله أعلم يا عمي، حنا ندخل على الله، بس هذا كلام الناس. انت يا صياح سمعت بالسالفة ولا لا؟ ايه يا اخوي سمعت من كم يوم، بس عاد انا سكت لانه شيء ما يعنيني. شلون ما يعنيك الصياح؟ ما هي قصيرتنا يا ولدي وسمعتها من سمعتنا. صياح روح نادي طلب. حاضر يا عمي حاضر. يلا. اي يا عمي انا اقول نرحلها عن الديرة ونخلص من شرها. لا لا يا ولدي، ترحيلها مو من مصلحتنا. احنا لزوم نطم السالفة بيننا ونستر على بنت الحلال. شرار انت لزوم تتجوز سهر. انا يا عمي. هي انت يا ولدي، انا اثق بيك وانت اللي تحافظ على السر. بس انا يا عمي. شرار انت بدك تطلع الراي؟ لا يا عمي، بس قصدي اقول. وش تقول؟ انا ما ثق بناس غيرك، انت اللي لزوم تتجوز. يا عمي ويش رايك نجوزها لصياح؟ لا 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 يا شرار، صياح ما يحفظ السر، انت اللي لزوم تتجوزها. السلام عليكم. عليكم السلام. هاي يا ابو حمود. الله لا يعطيك العافية على هالشورة. صياح جيب الخطيب والحقنا على بيت نجمة. حاضر يا عمي. علمني بالسالفة يا ابو حمود. بعدين نسولف بالطريق. يلا 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 يا شرار. يلا يا عمي. سهر قومي يما عاد الفراش جونا ضيوف. قومي. يا هلا يا هلا ومرحبا. يا هلا بالشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا هلا ومرحبا. تفضل. وعليكم السلام. يا هلا ومرحبا. تفضلوا تفضلوا استريحوا. يا هلا يا هلا. يلا يما سوي قهوة. اي يما. يا هلا ومرحبا. ارتاحي يا بنتي، ما في داعي للقهوة، احنا ودنا نسولف مع عمك. خير ان شاء الله. احنا جايين نخطب بنتي السهر لولدي شرار. قوتش يا عمه. هلا هلا يا حصة، تفضلي تفضلي فوتي. يا عمه، ابوي اخذ عمي طلب وراحوا البيت نجمه، ما تدري ليه. لله يا بنتي، مدري صياح اجى هان
وقال الطلب عمي يريدك بالحال وراح معه. أبوي قال الصياح روح جيب الخطيب والحقنا البيت نجمة، وشرار راح معهم. يمكن أبوك غير رايه ووده يخطب سهر لحمود. لا يا عم، حمود ما هو معهم، حمود مع الرعيان. حمود مع الرعيان؟ يمكن ودهم يخطبوا خطبة. زين، ليه أبوه يرسل ولا الخطيب؟ هالحين يلفوا ونعرف كل شيء. تعاي تفضلي فوتي على الفراش. كلها سكوت تفكير يا نجمة. ما ادري وش اقول لك يا شيخ مانع. تقولي مبروك، نكتب كتابهم الحين. هذه سهر تسمع كلامك يا شيخ مانع، وهي صاحبة العلاقة وهي حرة برايها. سهر جاهلة ما تعرف مصلحتها، انت يمها واضرب ظروفها. وش قصدك يا شيخ مانع؟ قصدي اقول ان كل بنت مصيرها الجواز، وسهر لزوم تتجوز يا مسهر. شرار شاب طيب ومن خيرة شبابنا، انا ربيته مع ولدي حمود وحصة، ودي ابنى له بيت كبير واقسم له حلال مثل اخوه حمود. وش قولت يا سهر بكلام الشيخ مانع؟ يما انا ما اريد اتجوز الحين. اظنك يا شيخ سمعت كلام سهر. سهر لزوم تتجوز واليوم قبل باكر. هو الجواز بالقوة يا عمي؟ لا يا سهر، الشيخ مانع قصده يقول الجواز سترة للبنت، وانت حريم الحال شن، ويلزمك الرجل يحميه شن ويدير باله عليه شن. اسمع يا شيخ مانع، اذا وجودنا مضايقكم حنا من عين باكر نرحل. لا يا مسهر، انت بديرة شن ووسط ربع شن، وكل شيء يكسر عليه شن حنا مستعدين بيه. حنا ما يكسر علينا شيء يا ابو جريد، حنا عندنا مال يكفينا ويكفي بيتين معنا بعد. يما ما في داعي للحكي هذا. لا يا بنتي في داعي، والكلام هذا وقته، والزوم الشيخ مانع يعرف الحقيقة. يما اترجاك لا تفضحينا. انا عارف الحقيقة يا نجمة، وهذا اللي خليني مصمم على جواز سهر اليوم قبل باكر، وامنعك من الرحيل بعد. طيب ليه يا شيخ؟ لا تمنعنا من الرحيل؟ نجمة ما في داعي للحكي، وافقي وخلي الخطيب يملك لهم الحين. لا يا شيخ مانع، جواز بالقوة ما يصير، ولا يمكن حدا يمس شعره من راس سهر وانا موجودة. انت غاوية فضايح ولا وش بلاتش يا حرمة؟ خلص يا عمي، انا موافقة على الجواز من شرار. بارك الله بيك يا بنتي، انا اشهد انك عاقلة وفهيمة. سهر يمه لا تخافي ولا امك، انا اقدر احميك من مانع وكل ربعه. لا يمه، انا موافقة على الجواز من خاطري. يلا يا خطيب ملك لهم، وسهر انا وكيله. صياح اسمعني يا اخوي، انت بس اسمعني، انا فاهمك يا اخوي يا صياح. على هونك يا اخوي، على هونك، انت بس اسمعني، انت بس قل لي اللي تريده انا وانا مستعد اساوي. انا قلت اقلبها على راسي وراسك. وشلون يعني؟ يعني اروح للشيخ واقول له بكل اللي سويناه وعلي وعلى اعدائي. من هو صاحب الفكره واللي خطط بالاول، انا ولا انت؟ انا، بس ما اتفقنا انك انت اللي تتجوز. انا ما كنت موافق يا اخوي، بس الشيخ قلت له ما تجوز، هو ما قبل. لو انك رفضت كان انجبر. الحين صار اللي صار يا اخوي. اسمع يا صياح، ويش رايك بحصه زين منها، ويش رايك؟ بنت الشيخ ليه؟ هي امرها بيدك يا اخوي. يا اخوي باكر يصير امرها بيدي من نخلص من حمود. انا قلت اقلبها على راسي وراسك. اسمع يا اخوي، صير عاقل يا اخوي، اسمع. انا اقول انت تصير عاقل، ولا ودك انا اطلقها وانت تتجوزها ونخلص، لحسن الشيخ يقطع راسي وراسك ونموت ونخسر مالنا وسهر. خلينا زينين يا اخوي ونسلم على حياتنا.
ليه يبا؟ ليه تظلم قلب حمود وقلب سهر ليه؟ سهر ما هي زينة، ما تستاهل حمود. سهر تستاهل واحد مثل شرار. سهر ما تحب شرار ولا تطيق شوفته. ليه ما خليتها ترحل عن الديرة؟ ليه يبا؟ ترحل علشان تفضحنا؟ تفضحك ليه يبا؟ حصة سهر تجوزت شرار وملكنا عليها والليلة زفتهم. ما فكرت بحمود؟ ما فكرت وش اللي راح يصير بيه؟ حصة هذا شيء ما يعنيك. روحي حضري حالة الليلة عند العشاء. يا ويلي عليك يا حمود، إلك الله يا أخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام يا هلا. اشوفكم ترتبوا البيت خير ان شاء الله. ايه ما عندك خبر؟ لله ما عندي خبر. ويش الخبر؟ اخوك شرار يتجوز والليله زفته. مبروك ان شاء الله ان شاء الله. ومن هي العروس؟ سهر. ويش تقول؟ اقول العروس سهر بنت نجمة. وشرار وينه هالحين؟ تلقاه عند ابوك بالديوان. ولعت ولعت يا مرزوق ولعت. ليه يا سهر؟ ليه تحطمي قلبك بقلب حمود؟ ليه يا عمه؟ ليه توافقي على زواج سهر من شرار النذل؟ يا حصة هي وافقت وهي حرة برايها. حمود ما فكرت بي يا سهر؟ ما فكرت بيه؟ حمود راح يهج من الديرة كلها. كل واحد ونصيبه، وهذا نصيبي واني راضية بيه. يا حصة يا بنتي، أبوه جهان وقال لزوم سهر تجوز اليوم قبل باكر. وكاد شار عليه شرار النذل وصياح وقالوا له نزوج سهر عشان حمود ينساها. بس من حقك ترفضي هالزواج، ما حد يقدر يغصبك. حصة إحنا كنا ودنا نرحل عن الديرة، بس أبوك اللي منعنا من الرحيل بعد. معقولة أبوي يساوي هيك؟ ما في غير هالراية الطلب، ولا أنا غلطان؟ لا يا شيخ، السالفة الردية ما لها غير الطم. أويلي يا أخوي ذبحني. ايش تسوي بي يا النذل؟ عندك بأخوك يا النذل. غصبا عني يا أخوي. حمود كيف غصبا عنك؟ حمود اتركوه. شلون غصبا عنك؟ شلون؟ اتركوه يا حمود. يا عمي أنا اللي غصبته في جو الساعة. ليه يبا؟ ليه؟ بعدين أفهمك يا ولدي. ذبحني يا عمي. اقعد خليني أفهمك. لا اقعد يا ولدي. المكان اللي بيه شرار عمري ما ادخله. لا يا اخوي ابقى انت وانا طالع. لا انت اللي تبقى هذا بيتك يا شرار. محمود يا ولدي تعال افهمك. يا عمي ذبحني. يمه علام سهر تبكي. سهر تبكي؟ وانت وش دراك؟ يمه انا مريت عليهم لقيت سهر تبكي وامها بعد.
يما يمكن جيعانات وما حد ودى لهن طعام. لا يا ولدي، لزوم في شيء ثاني، اروح اشوفهن. يما خذي لهن طعام معاك. خلك هان لما اجيلك. اي تبكي، يمكن عشان الهلال توخر. ويش رايك يا عمي نخلي صياح يتجوز سهر؟ هي لعبة عيال يا شرار ولا شيء؟ سهر صارت حرمتك وملكنا عليها، بعد شوي ودنا نزفها لك. بس أنا يا عمي أخاف من أحمود. أحمود ما يجيك، لا تخاف أبد، طمح. لا عاد يا عمي أنا بوجهك يا عمي. قلت لك بوجهي ولا تخاف. اسمع، روح حضر القهوة ببيتك الليلة بدنا نتعلل عندك، يلا قوم. زين يا عمي، الله محييكم. يا هلا. يجي حمود عاد ودنا نجوزها عيال ونخلص نرتاح. إن شاء الله بإذن الله. أسلم. العروس وصلت يا عمي. اي زين، موتكم عاد نروح يا الربع، خلي العريس يشوف عروسه. اي بالله، ترويحها حلت يا ابو حمود. يلا توكل على الله. تصبح على الخير يا عريس. وانت من اهل الخير يا عمي. تصبح على خير يا شرار. وانت من اهل الخير. تصبح على خير يا شرار. وانت من اهل الخير يا صياح. المانع والجفا كله عذاب، وعذاب القلب من فرق الجنين، وعذاب القلب من فرق الجنين. قالت حصة ودمعها مثل السحاب، وعذاب القلب من هم السنين، وعذاب القلب من هم السنين. قلبي بالحشائل هالكهاب، من حياة الذل أنا بكايا أنين، من حياة الذل أنا بكايا أنين. قالت سهر شربة كاس العذاب، ويلي قلبي ويلي من مثل حزين، ويلي قلبي ويلي من مثل حزين. والقلب داب من